الناس اول ما شافت الصوره وقفشه والكلام ده كله ابتدى الكلام يرجع تاني على النادي الاهلي مره تانيه. طبعا محمد شريف لاعب هيكون فري في يناير لو النادي بتاعه ما جددلوش او ما كانش عنده عرض تاني، وبالتالي في ظل بحث النادي الاهلي عن بديل محلي فممكن يكون التفكير في اتجاه محمد شريف. لكن هل حصل تواصل او النادي الاهلي قال له احنا عايزين نرجعك تاني او اي حاجه من الحاجات دي؟ ما حصلش خالص. في اهتمامات من انديه تانية محليه على فكره هنا في مصر بشريف. في ناديين تقريبا ابدوا اهتمامهم بضم اللاعب يعني، وكان في تواصل كده. وكيل اللاعب بيفكر ان هو يكمل احتراف بره، بس لحد دلوقتي هو لا عنده عرض في احتراف بره، ولا النادي لسه فتح معاه مفاوضات التجديد، ولا الاهلي يتكلم معاه في اي حاجه تخص موضوع الرجوع مره تانية للنادي يعني خلال الفتره اللي جايه. بس هو اللاعب فري في يناير يقدر يمضي لاي نادي يعني. طيب نطلع من محمد شريف الى كواليس وتفاصيل الحكم على امام عاشور النهارده. بالظبط، الناس كلها اتفاجئت